بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله احنا رحنا عند الارض. احنا لقينا الجو جميل، وانت عارفين ايام الشتاء بيبقى ليلة يعني بتبقى معروفة ان الشتاء بيبقى زعابيب وهوا والجو مغيم وكده، فالشمس كانت مشرقة والجو جميل. فاحنا قلنا بقى نروح عند الارض نشوف هي عملت ايه، علشان خلاص هي ايه، الحمد لله الارض جابت قرون. البسلة جابت قرون يا جماعة، هي جابت قرون بس في لسه جلد اهو. شوفوا، هي جابت قرون بس في، هي لسه هتملى بقى. جابت قرون بقى، فالوقت ده اللي البسلة فيه بتنور. دي بقى اهي، دي النوارة بقى يا جماعة، ودول قرون بس القرون كلها لسه جلد ما ملتش. فاحنا بقى بنستنى بقى القرون دي، بتستني لازم تستنى اما تملى علشان ما نستعجلش عليها. بس هي يعني في خلال 20 يوم بتكون ملت ان شاء الله. وبعدين البسلة بتاعتنا دي يا جماعة عروة بدرية. العروة البدرية دي احنا عاملينها علشان ان شاء الله هنعمل بعدها، لان انتوا عارفين احنا لسه في شهر 12. يعني احنا في شهر واحد اهو. ان شاء الله على اخر واحد كده هتكون البسلة خليت، لانها بتعبى يعني 20 يوم كده بتروح القرون دي باذن الله. باذن الله تعالى بتملى كده والقرون بتعبي. وعلى اخر واحد باذن الله عاملينها احنا عروة بدرية ليه؟ عشان هنعمل غلة باذن الرحمن. فعشان كده احنا استعجلنا وعملناها عروة بدرية. انما اللي مش مستعجل ومش هيعمل غلة بيتأخر شوية. البسلة بتاعته بتيجي في شهر 2، في 3، في رمضان، ايا كان. فهي دي، فانا حبيت اشارككم معانا. انتوا عارفين الخضرة الحاجات دي بيبقى الواحد يحتاج من وقت للتاني يروح عند الخضرة. فهي دي السكرة يا جماعة اهي. هي دي البسلة دي بقى شجرة عفش وتظهر في البسلة اهو. بس ما نعرفش ننقيها ليه، لان انت عشان تنقيها بتقطعي، بتروح جاية على الشجرة من تحت مقطعة ايه الشجرة. فهو العفش ده بيظهر والبسلة كبيرة، ما تعرفيش تيجي ناحيته لانه عشان تيجي تقطعيه وتقلعيه يروح مكسر قلع الشجرة من جذورها. وده الفول، ده بإذن الفول. هو الفول لما بيتزرع يا جماعة مع اهو بسم الله ما شاء الله قرن الفول اهو، بس لسه طري، لسه كمان ايه الفول منور. النوره هي يا جماعه بتاع الفول اهي. هو ده النور. متى ما الفول ينور ان شاء الله باذن الله يجيب قرون بقى. بس القرن بتاعه لسه ما ملاشي، لسه جلد عشان هو لسه طارح. وهي بسله متى ما جابت جلد، لان هي كل حاجه بتقعد 3 اشهر. البسله بقعد 3، الفول بقعد 3. اما الفول، اما البسله بتجيب جلد، الجلد ده اللي هو القرون بس بتبقى فاضيه لسه. اول ما انت مثلا بتكون عند الارض اللي لدها وبتصبحي بقى تلاقي الارض جابت جلد ونورت، الفول بعدها على طول بيجي. بس بياخد وقت عما يملى برضو زي البسله كده، لان القرن اول ما اهو شايفين يا جماعه اهو لسه مولود خالص اهو اهو لسه بقى. ودي لسه اهو شوفوا اهو، ده قرون بس لسه. فربنا يكمل على خير يا رب، تروح البركة للجميع. فأنا حبيت أوريها لكم. وإحنا كنا قلنا الجو حلو بقى نروح بقى عند الخضرة كده. الناس بنغير يعني تغيير جو كده، فما فيش أحسن من الطبيعة اللي ربنا خلقها. أما نحب نغير نروح عندها. فده خط الفول اللي إحنا كنا زارعينه أهو بسم الله ما شاء الله. ودي البسلة هي يا جماعة. دعواكم كده بصلاح الحال وروقان البال لنا يا رب وللناس كلها. اللهم امين يا رب. سنة سعيدة وعام جديد علينا وعلى أمة محمد أجمعين، اللهم امين
يا رب العالمين. ربنا يصلح حالنا وحالكم وكل من يريد لنا الخير يا رب، اللهم امين. ربنا يدي الناس كلها الخير وبارك للجميع، يصلح حالنا وحال الناس اجمعين. الارض اللي جنبنا دي غله يا جماعه، دي غله، انما الحته دي بس هي دي البسله، انما الجيران غله. فده خط الفول. اوريكم خط التوم برضو علشان ده بتاعنا احنا زارعينه على قد بيتنا كده، ما مكترش، حاجه للبيت بس كده. فاحنا بقى يا حبيب قلبي البسله دي عشان احنا ما عندناش يعني هي لما بتيجي تجمعيها بتعوز ايدي عامله، فاحنا ما عندناش، فاحنا بنديها لتاجر. التاجر بيبقى عنده معاها عهده بقى انفار وحاجات من دي، وعنده العربيه وعنده الحاجات دي، فبتبقى يعني كامله متكامله كده. فاحنا بقى لانها بتحتاج دوشه وحاجات من دي في الجمع وبهدله بقى، ونقعد نلف على الانفار وكده، ففي تاجر بياخدها، بيبقى معاه بقى ايه شله كده انفر، وعنده العربيه وعنده ناس يعني تبعه، هو بيعرف يقضيهم، احنا ما بنعرفش. فاحنا من قصرها بقالنا كام سنه بنروح مدينها للتاجر، هو التاجر بيشتريها وخلاص، بيشتريها على ارضها كده، يعني احنا بنزرعها وساحه الجمع بنروح بايعينها. فادعوا لنا كده ربنا يصلح حالنا وحالكم، اللهم امين. هروح بوريكم خط التوم اهو. التوم اهو يا جماعه اللي انا كنت موريها لكم، يعني هو كبر شويه اهو، وادي التوم اهو اللي انا وريته لكم المره اللي فاتت. فالبسله مش عارف بقى اصورها تاني، لان احنا بقى هنبيعها. لو كنا جمعناها كنت صورت لكم واحنا بنجمع، بس احنا بقى ده التاجر عشان بقى عنده الانفار وبيعرف يقضي الحاجات دي. اهو ده خط التوم اهو. بس باذن الله خط الفول ده لنا لبيتنا، اما اجي اجمعه ان شاء الله نبقى نصور مع بعض واحنا بنجمع الفول. فدعوات كلنا بقى ربنا يصلح حالنا كده يا رب. ده التوم اهو يا جماعه، ودي غله هي دي بتاعت الجيران اهي، دي غله. الغله بقى في ناس عملت بدري برضو، اما بيجوا يضموها بضموها بدري، انما احنا بقى هنستنى عما البسله تملى اهي، وبعدين نخلي وبعدين نعمل غله. يعني في ناس لسه هتعمل وفي ناس عملت. شوف بقى اللي اتعملت قد كبرت لانها معموله بقى لها فتره برضو، واللي هيتعمل ايه عشان ارضهم ايه كانت فاضيه. فدي هي وزي ما انتم شايفين كده. فده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه، رب يكون الفيديو عجبكم. احنا قلنا بقى نغير من الطبخ ومحتوى البيت وكده، فقلنا نروح عند الارض بقى حاجه في الطبيعه كده، مفيش احسن من الطبيعه اللي ربنا خلقها، فربنا يديمها علينا نعمه يا رب. فهو ده كان فيديونا النهارده. يا ريت اللي يعجبوا الفيديوهات بتاعتنا ما ينساناش بالاشتراك واللايك والشير ويفعل زر الجرس ويوصلوا كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.